الحمير اللي عم نشوفه قدامنا على الشاشة هلا، طبعا بهيم عيسى غني عن التعريف. هذا اللي عم ياخذ مرتزقة إلى ليبيا، ومجنس تركي، ومستلم قائد الجيش تبع الحكومة المؤقتة داخل الشمال السوري. قائد فصيل تبع السلطان مراد الشخاخ أبو عمشا، قائد فصيل العمشاويات، قائد فصيل الحمزويات، وباقي التكفيريين اللي بالداخل. هدول طلعوا على ظهر المواطن البسيط اللي انغر فيه، وفي منه جبر، يعني منه انغر فيه ومنه جبر. هدول معهم أموال، هدول من رؤساء الأموال، وكلهم تركيا رفعت أسمائهم للتجنيس وخروجهم من سوريا. طب المواطن البسيط اليوم اللي انت طلعت على ظهره ليه ما معه مصاري؟ وين اموال هالمواطنين اللي جوا؟ اراضي المواطنين اللي جوا بايد مين؟ شجر الزيتون تبع المواطنين اللي اخذتوها على تركيا وينها؟ اني صارت بتركيا. قمح هدول المواطنين وين؟ ارزاق هيدي المواطنين وين؟ بيوت هيدي المواطنين وين؟ هدول العرصات اللي عم ننشر صورهم هدول كلهم قؤات فصائل. اكبر واحد فيهم مع احترامنا لبويجي اللي بوجي الصباط، مع احترامنا له، هدول كانوا ما بيوصلوا لكندرة هيدا البويجي. هدول قؤاد الفصائل اللي عم نشوفهم من بهيم عيسى وانت طالع ونازل، هدول ما كانوا يوصلوا للبويجي اللي كان يمسح لك صباطك ما قبل هيدي العورة في سوريا. هدول صار عندهم شركات، معامل، فنادق، مطاعم، شاليهات خارج سوريا. أموال المواطنين كلها تحت ايدين هدول الكرارة. أما اليوم المواطن البسيط شو عنده؟ المواطن البسيط اليوم شو حصل؟ بغض النظر عن المواطن البسيط، هذا الشخص اللي حامل سلاح داخل الشمال السوري على شو متكل؟ اليوم يا سوري، هذا نداء للسوري الموجود داخل الشمال السوري. اليوم لا حدا قرب على عرضك، لا حدا قرب على طائفتك، لا حدا قرب على دينك، لا حدا قرب على ممتلكاتك، لا حدا قرب على أرضك، لا حدا قرب على رزقك. انت بحالك. اليوم كل اللي كانت طلبيته الدولة لا تخل بأمن الوطن ولا تخل بأمن المواطن، وانت عينه. عيش، كل، اشرب، اشتغل، سوي اللي بدك اياه، بس لا تخل بأمن الوطن، لا تتآمر على الوطن، لا تقاتل مع مرتزقة ضد أهل بلدك. اليوم الجيش العربي السوري هو ابن بلدك. اليوم نحن مو كفار، نحن مو إرهابية. الجيش العربي السوري وقت كنت أنت تطلع وتنبسط وتظهر وتعيش وتترك باب بيتك مفتوح وتترك محلاتك التجارية مفتوحة، وتأمن انه في شرطة وفي امن وفي جيش عم بيحمولك ارزاقك، تطلع تعيش وتظهر وتنبسط بالخارج. هذا الامن والامان. الامن والامان اللي وقت ما كان حدا يتدخل بدينك. الامن والامان اللي كان وقت انت كابن ادلب وابن عفرين وابن جرابلس وابن منبج بتروحوا على الشام وعلى درعا وعلى الساحل وعلى طقية على طرطوس على قرداحة، على أي منطقة بسوريا ما حد يسألك شو طائفتك. هذه هي الحرية. الحرية وقت ما كان حدا يقرب على المسيحيين أو ياخد جزية من المسيحيين أو يكسر كنائس. هي الحرية. الحرية عند الدولة وقت اللي كانت تقرب على رزقك وعلى دينك وعلى معتقدك وعلى شريعتك كسني وشيعي وعلوي ودرزي ومسيحي وأشوري وإسماعيلي وسرياني. هي الحرية. اليوم مو الحرية بالشتائم، مو الحرية انك تشيل سلاح وتقاتل ابن البلد. هاد جيش الوطن، هاد جيش شرف. هاد البوط اللي بيلبسه العسكري شرف البوط، انت عم تقاتله. اليوم انت متقاوم المرتزقة اللي عندك اللي عم تقاتل جيش الوطن. هدول الاندال اللي شفناهم على الفيديو، والنساء اللي قاعدة يا حرام بالطريق عم تناطر اطفالها اللي معتقلهم ابو محمد الجولاني وابو عمشة والسلطان مراد وفهيم عيسى وسليمان شاه وفرقة الحمزويات وحرس الحدود والاتراك. هدول مين بيطلعهم؟ شو عملت اليوم انت ببلدك؟ اليوم انت بتنادي الشمال بالمحرر، هل هو بمعتقدك محرر؟
نعم أغروك أول شي بالمال، أغروك أول شي بالكهرباء، أغروك أول شي بالإنترنت، ولكن اليوم لا كهرباء مثل قبل، ولا إنترنت مثل قبل، ولا حتى مال مثل قبل، ولا حتى دعم من الخارج مثل قبل. اليوم اصحى على حالك، اصحى على حالك يا مواطن يا سوري داخل الشمال السوري. لا تنطر الدولة لتفوت لعندك، لا تقاتل أهل بلدك لأنه أنت الخسران، لا تقاتل جيش بلدك لأنه أنت الخسران. صدق، صدق أغروكم من وقت ما كنتوا بالغوطة وعبوا براسكم رح تحتلوا سوريا كلها. وشوفوا من الغوطة لإدلب لسراقب لمعارة النعمان لجبل الزاوية لكرة بجبل الزاوية، اليوم صرتوا وين اليوم؟ وهي الاتفاقيات شغالة. صدق أو لا تصدق، صدق أو لا تصدق، المرتزقة رح تنسحب من سوريا على أفريقيا، وكل مرتزق سوري رح يتسحب على أفريقيا، رح يروح يقاتل بأفريقيا، وبعض الإعلاميين رح يطلعوا من سوريا إلى تركيا، وكبار الفصائل رح يسحبون على تركيا. ما رح يبقى إلا أنت يا سوري اللي نغرر فيك، اللي تغرر فيك مو بالمال فقط، بالفتنة الطائفية. أهالي إدلب أهلنا وعرضن عرضنا وشرفن شرفنا، أهالي عفرين منبج جرابلس عزاز غصن الزيتون جسر الشاغور جبل الزاوية قرى جبل الزاوية سراقب أي منطقة بالشمال السوري، الدولة بنظرها إدلب مثل قرداحة كمواطنين، أما كفصائل لا. أي شخص بيحمل سلاح وبيقاتل الجيش العربي السوري هو خائن، وحق الدولة بحسابه وقتله وإعدامه لأنه هذا خائن. ما بقى في وقت كتير، اصحوا على حالكم بقى وشوفوا الفصائل اللي قاعدة ورا المكاتب والقصور اللي بنتها على ظهركم والفنادق اللي اشترتها خارج سوريا على ظهركم والجنسيات اللي اجتهم على ظهركم، وانت رح تبقى على ما انت وتتحاسب اذا رح تضلك ماشي هيك. ان شاء الله. الى المواطنين اللي موجودين داخل الشمال السوري، المواطنين الشرفاء اللي ما تلطخت ايديهم بالدم وما حملوا سلاح ولا واجهوا الجيش العربي السوري ولا خانوا الوطن، كل أرض راحت منكم رح ترجع لأصحابها، كل أرض كل بيت راح منكم رح يرجع لأصحابهم. أهالينا اللي بالمخيمات رح يرجعوا على بيوتهم. والأيام الجاي القريبة بإذن واحد أحد الجيش العربي السوري إلى إدلب وإلى الشمال بشكل عام، وتحرير من كل خائن إن كان مرتزق أو ابن البلد. الله يحمي سوريا وكل سوري شريف داخل سوريا وخارج سوريا. الله يحمي الجيش العربي السوري وينصره، وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد. تحياتي لكم جميعا.